كل دكتور يقول لي حالتك ميؤوس منها ميؤوس منها. طب هو اعمل ايه؟ اموت يعني؟ مش عارف أعمل إيه. حاسس بحاجات غريبه كده، ما كنتش قادر اتكلم، مش قادر امشي، مش قادر اخد نفسي. يعني كل ما امشي شويه كده احس بوجع كده، وجع رهيب 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 يعني، مش انزل على السلالم. انا بقالي سنه دلوقتي دايخ على الدكاتره، لغايه ما في دكتور قال لي ارشح لك الدكتور خميس بلال. رحت العياده بتاعته وشوف هيقول لك ايه. رحت للدكتور خميس بلال في العياده بتاعته في الكيس شارع مرتضى، شاف الاشاعات وشاف الحاله بتاعتي وطمني. اول ما جالي طبعا كان عامل قسطره وايكو. دي القسطره بتاعت استاذ محمد. طبعا زي ما احنا شايفين عندنا ال دي توتال وديفيوز ال دي ديزيز. الشرايين بتاعته للاسف سيئه للغايه، وهو طبعا يونج ايدج، عنده 45 سنه، وهو طبعا كان هيفي سموكر. ده الشريان الايمن. طبعا زي ما انتم شايفين هنا البي دي اي تحت ديفيوز لي ديزيز. طبعا لقيت ان في عنده ضيق وارتجاع بالصمام الاورطي، زائد تمدد شديد بالشريان الاورطي الصاعد حوالي 53 مللي. طلبت منه عمل اشعه على الشريان الاورطي، سي تي اورتوجرافي. وجدنا فعلا انيوريزم في الاسندنج اورطه. توكلنا على الله، اتحضر، فهمته العمليه، المضاعفات، الخطوره. عملنا العمليه وحضرنا نفسنا كويس قوي، لان العمليات اللي من النوع ده محتاج تحضير كويس جدا من فريق عمل، مساعدين، تخدير، عنايه، تأهيل للمريض، تأهيل النفسي. وحضرنا كل حاجة جاهزة. دخلنا عملنا له العملية الحمد لله. عملت له اندارتريكتومي أو انسلاخ للشريان الأمامي، وزرعنا الشريان الثدي الأيسر على الشريان الأمامي، زائد عملنا سافنس فين على البي دي اي، وعملنا له اللي باتش بالسافنس فين، لان طبعا كان في برضو ديفيوز ال دي ديزيز زائد ديفيوز بي دي اي ديزيز. غيرنا كمان الصمام الاورطي، زائد عملنا سوبرا كرونال ريبليسمنت او غيرنا الشريان الاورطي الصاعد. والحمد لله انا كان عندي 3 عمليات عملتها في عمليه واحده. المريض خرج من العمليات بحاله جيده، وهو بيمارس حياته دلوقتي بشكل طبيعي، نزل شغله والحمد لله. مفيش اي اعراض عنده في الوقت الحالي. التعليمات كلها كنت بشرحها له اول باول بعد العمليه، من ضمنها طبعا المتابعه الدوريه كل شهر، لازم بتحليل سيوله علشان نطمن ان السيوله مظبوطه بالنسبه للصمام.